كل ده حصل يعني. هو غالبا بدأ بالشكل. حكاية النهاردة عجيبة وبشعة جدا، ومن أسوأ الحكايات اللي انت ممكن تسمعها في حياتك كلها. أطفال بتعاني من التشرد والفقر، وفوق ده بيتسرق فلوسهم وبيغتصبوهم كمان، واللي بيعمل كل ده مصنف من ضمن أخطر ناس موجودة في العالم كله. والشخص ده يبقى مين؟ يبقى التوربيني. بس قبل ما نكمل الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، ولازم أن تكمل الفيديو للآخر عشان فيه مفاجآت كتيرة جدا موجودة في آخر الفيديو. ويلا نشوف ايه الحكاية. الحكاية بتبدأ لما عامل في السكة الحديد كان بيعمل صيانة، وفجأة يلاقي هيكل عظمي لطفل وكان باين انه ليه كتير، وراحوا بسرعة عاملين بلاغ في اسم الشرطة. واول ما الشرطة جات عشان يدوروا على اي دليل في المكان ولا ايه سبب الهيكل العظمي ده اللي جابه هنا بالظبط، يتفاجئوا يلاقوا 3 جثث كمان في نفس المكان ونفس العمر. وبعد كام يوم تاني من البحث يلاقوا 12 جثة كمان بنفس السن وبنفس الطريقة اللي ماتوا بيها التانيين. ومن هنا طبعا بيبدأ التحقيق في قضية سموها قضية التوربيني. والطب الشرعي أجمع وأكد إن الجثث دي عمرهم بيتراوح من 11 سنة ل 13 سنة، وإن كلهم تم الاعتداء عليهم جنسيا. معظم طريقة موتهم طريقة واحدة بس، وإن هو القطر بيدوسهم. والشرطة طبعا بدورها شافت كل بلاغات التغيب اللي حصلت من الفترة اللي فاتت ومن فترة كبيرة، وده مش في محافظة واحدة بس، لا ده في الجمهورية كلها، على أمل إن هم يلاقوا أي بلاغ تغيب لنفس المواصفات الجثث اللي هم لقوها. بس للأسف ملقوش أي حاجة. ومن هنا طبعا بدأت الأسئلة، ليه كل جرائم القتل دي؟ وليه كلهم في نفس المكان؟ وليه يعتبر نفس العمر؟ ايه السبب في كل ده؟ وهنا الشرطة اتأكدت ان الأطفال دي أطفال شوارع، لأن في الفترة دي اللي هي 2006 كانت الظاهرة دي منتشرة جدا، وأطفال الشوارع ماليين الشارع كتير قوي. وبدأت الشرطة تجمع أكبر عدد من أطفال الشوارع عشان يعرفوا أي معلومة ويجمعوا كل الكلام ده، لحد ما لقوا إن في شوية أطفال كلامهم زي بعض، فراحوا جايبينهم وفهموا منهم إيه الكلام ده. والكلام ده إنه كان عندهم واحد صاحبهم كان مسؤول عنهم يعتبر، وكان شغال عند واحد بيضربه وبيسرق كل فلوسه. وفجأة ملقوش صاحبهم ده، افتكروه سافر أو ساب المكان عشان الراجل اللي هو كان بيضربه ده وبياخد فلوسه، محدش شك في اي حاجه. وبعد شويه الشرطه لقيت طفل معاهم، كان اكتشاف بالنسبه للحكومه. والطفل ده كان اسمه احمد سمير عبد المنعم، وشهرته بقه. وشكله على فكره كان متوتر جدا، وكان باين ان هو يعرف حاجه، وبقه فعلا طلع كان عارف كل حاجه. بس قال للحكومه هقول لكم على كل اللي انا عارفه بس تحموني. قال لهم ان انا شغال مع واحد اسمه التوربيني. طب مين هو التوربيني ده؟ اسمه الحقيقي رمضان عبد الرحيم، وشهرته التوربيني. مواليد 1980. اتولد في طنطا، واسرته كانت فقيرة، واشتغل وهو صغير في اكتر من حاجة لحد ما بقى عنده 12 سنة، واشتغل في كافيتيريا في السكة الحديد في القاهرة. ومن هنا بدأت حياته ترتبط بالسكة الحديد. وكان في واحد اسمه عبده التوربيني كان بيبلطج على الناس وياخد فلوسهم، لحد ما في مرة اعترض رمضان على عبده التوربيني، فوافق عبده وطلب من رمضان انه يروح له عند قطار التوربيني وهيديله كل الفلوس اللي هو اخدها منه. ولما رمضان راح ووصل ربطوا عبده التوربيني فوق القطر واعتدى عليه جنسيا، ومن بعدها راح رميه قصاد القطر اللي جاي. بس من حظه ان هو ما ماتش، والوقعة دي سببت له حول في عينه شوية. ولما فاق رمضان راح عمل بلاغ في عبده التوربيني ويتهم ان هو اعتدى عليه جنسيا، بس ما طولش كتير في السجن عشان ما كانش فيه اي دليل يثبت الكلام ده. بس بعدها على طول عبده التوربيني اول ما خرج من السجن مات في حادثة. فقرر رمضان ان هو يسمي نفسه التوربيني، ومش بس كده ده كمان هينتقم لنفسه من كل الاطفال بالاخص اللي عندهم 12 سنة، وده لان محدش ساعده وقت الاعتداء عليه جنسيا من عبده التوربيني. وبدأ انه يكون عصابة وهدفها ان هو يسيطر على اطفال الشوارع وياخد كل فلوسهم، وده طبعا زي ما قلنا كان بسبب اللي عمله فيه التوربيني زمان. المهم بقى بقه بيقول اللي كان بيعترض على ان هم يدوهم الفلوس كانوا بياخدوه التوربيني فوق القطر ويربطوه، والتوربيني يعتدي عليه جنسيا ويجي رميه في القطر اللي جاي من الوش في الجنب التاني ويموت وقتها عشان ما يبلغش عنهم. واكد بقه ان عدد الجثث دي ما تجيش حاجه جنب اللي مختفيه، لان في اللي رماه في بير مهجور وخزان ميه، واللي رماه من القطر، واللي خنقه، واللي ضربه بالحجاره، حاجات كتير قوي. وبقه طلع شاطر واعترف على باقي افراد العصابه. والتاني كان اسمه محمد عبد العزيز السويسي، وشهرته السويسي، وده اتقبض عليه في طنطا، واعترف انه شارك في اكتر من 8 جرائم قتل مع التوربيني. وساعتها السويسي طلب من الحكومة برضو
ان هم يحموه من التوربيني لان هو كان عاوز يقتله. طب يقتله ليه؟ هقول لك انا ليه. لان السويسي كان على علاقه مع واحده اسمها عزه بربش. طب مين عزه بربش دي؟ دي كان متجوزها التوربيني عرفي، عشان كده كان عاوز يقتله. ووقتها السويسي هرب على طنطا. ولما التوربيني بقى حاجه اساسيه عنده الاعتداء على الاطفال، امر كل عصابته ان الاطفال اللي هو عاوزها بالمواصفات اللي هو عاوزها دي يحايلوهم لحد ما يجوا على القطر ويربطوه ويحصل اللي بيحصل. ونفس العاده لما التربيني بقى عاوز اطفال بنات اتجوز من عزه بربش، لان هي كانت بتساعده في انها تجيب البنات الاطفال لحد عنده. والتوربين اتقبض عليه مره في 2005 بسبب انه اعتدى على طفل والطفل بلغ عنه، بس ما اتسجنش لان ما كانش فيه دليل برضه. ولما طلع من السجن امر عصابته ان هم يجيبوا الطفل ده ويعتدى عليه، وامر كل عصابته ان هم يعتدوا عليه برضه. وبعدها راح واخده فوق اكبر خزان ميه ورميهم فوق جوه الخزان. التوربيني فجر وصل لمرحله انه بقى اي طفل يجي قدامه بيعتدي عليه. في مره وهو وعصابته كانوا داخلين عند السكه الحديد، فلقي طفل نايم لوحده على جنب على الرصيف، فراح امر عصابته ان هم يعتدوا عليه جنسيا كلهم وياخدوا كل الفلوس اللي معاه. لما خلصوا الاعتداء عليه امرهم ان هم يطلعوا بره، وراح مسك حجر وفضل يضرب فيه لحد ما مات في مكانه. وعلى فكرة الطفل ده اللي احنا اتكلمنا عليه في اول الفيديو اللي العامل لقاه. وبعدها على طول تم القبض على التوربيني، واعترف ان هو عمل اكتر من 30 جريمة قتل، وطبعا ملقوش كل جثث الاطفال ال30. والتوربيني اتصنف ال21 او ال20 على العالم كله في اكتر الجرائم بشاعة. وفي يوم 16 ديسمبر سنة 2010 تم تنفيذ حكم الاعدام على التوربيني هو واحد من العصابة. وباقي العصابة خدت 15 سنة بس لانهم كانوا تحت السن القانوني وقتها. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، واكتبوا لنا في الكومنتات عاوزين نتكلم عن ايه الفيديو الجاي. وتنسوش تكتبوا لنا رأيكم برضو في الكومنتات. وكان معكم حسن الخولي. حضرتك انا هطلع وبرضه ايه يطلعوا